السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك على طريقة التسوية الصح. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا هنا معايا كمية من الدقيق، مش هاخدها كلها، هاخد منها 3 كيلو دقيق بس، والباقي هشيله على جنب. تنخليه بالمنخل كده، دقيق يكون متعدد الاستخدامات. ومعايا هنا شفشق من المية، عليه نص كوباية سكر. هحط لكل كيلو دقيق معلقتين من السكر و3 كوبايات من المية. وفي انواع من الدقيق بتاخد مية كتير، وفي نوع من الدقيق بياخد مية قليلة، على حسب كل نوع من الدقيق. الدقيق كويس، معروف، في الاهرامات، في دوبيلا، في كذا نوع، في السنبلة، في كذا نوع. انت شوفي الدقيق الكويس اللي انت بتستخدميه ويبقى كويس معاكي هاتي منه. وهنبدا نحط الميه كده زي ما انتم شايفين. انا خلاص دوبت السكر، في حبه تحت صغيرين، هبدا اجيب عليهم شويه ميه كمان وابدا اقلبهم. انا بحط بالنظر لان انا عارفه المقدار، بس انت بالنسبه لك هم 3 كوبايات، وما تكتريش وما تحطيش الثلاثه كلهم، وابداي تحطيهم على مراحل. هنبدا نعجن زي ما انت ما شايفه كده، بس العجين بالعصايه ديت او بالمعلقه دي مش هتنفع. فاحنا عايزين نعجن على ايدينا زي ما انت ما شايفه كده، علشان خاطر يديلك العرق اللي يفضل بعد كده يريحك وانت شغاله بتفردي في الفطير. بصي بقى يا بنوتي، انا مش عايزاكي يعني ايه تعجني حبه صغيرين، لا انا عايزاكي زي اهو، شوفي زي ما انت ما شايفه كده، تفضلي تضربي فيه وتعجني فيه وتجيبي من فوق لتحت لحد ما تخليه، يعني بصي عشان نطلع له عرق وبعد كده يريحك وانت بتفرديه. على قد ما تقدري اعجني فيه، الفطير بيحب ان انت تعجنيه كتير. تمام كده. ايديكي بقى تشيلي منها العجين، تبقى في يعني تحاولي تغسلي ايدك وتيجي تاني تحطي ايدك كده في العجين، هتلاقيه خلاص ما بيلزقش، يبقى كده تمام التمام وتبداي تعجني. انا معايا هنا كده ايه، زبده نيوزيلندي وزبده جاموسي اعزكم الله، ومعايا علبه قشطه. شوفي انت عايزه تشتغلي بايه. بالنسبه لك انت لو بتشتغلي اوردرات، بيبقى السعر، الزبده النيوزيلندي ليها سعر والجاموسي ليها سعر، فشوفي انت هتشتغلي بايه. انا عامله لي البيت عندي فهعمله بالزبده النيوزيلندي، وحطيت العجين كده يرتاح لمده 10 دقايق او ربع ساعه. وخلاص انا كده سيحت السمنه، وتقدري تشتغلي بيها من غير ما تسيحيها، يعني تخليها تفك وتبداي تشتغلي بيها زي ما هي كده، ايه يعني ايه، عامله زي المرهم كده. دي شغاله ودي شغاله زي ما يعجبك. وهنحط كده على الرخامه، وتحطي مفرش سيليكون، لو ما عندكيش مفرش سيليكون مفيش مشكله، تبداي تشتغلي زي ما انت ما شايفه كده على الرخامه. طالما الرخامه نظيفه والمكان كويس اشتغلي على بركه الله. وتبداي تقطعي العجين زي ما انت ما شايفه كده. هنقطع الكورتين الاولانيين اللي انتوا شايفينهم دول كبار، وهقطع باقي الكور صغيره شويه، اصغر منها، يعني مش كتير قوي بس برضو اصغر منها زي ما انت ما شايفه في الفيديو قدامك كده. هعمل 25 كوره. ال 25 كوره اللي انتوا شايفينهم دول بيدوا للفطيره سمك. تقدري تقللي عدد الفطير في الكور بتاعته، الرئات بتاعته يعني تقدري تقلليها، وتقدري ان انت تخليها زي ما انا بعملها كده، وتقدري تكتري اكتر من كده وتكبري الصاج عن كده كمان. انا معايا ال3 كيلو دقيق دول، ال3 كيلو دقيق هيطلعوا لي 6 من الفطاير. يعني كل فطيره هتاخد لها بالظبط نص كيلو دقيق. وتبداي تفردي اول واحده وتغطيهم بكيس نايلون علشان خاطر وشها ما ينشفش. تبقي مولعه الفرن جنبك يسخن لحد انت ما تعملي اول فطيره، هو ما بياخدش وقت. فردنا اول واحده وحطيناها في الصاج زي ما انت ما شايفه كده، وتفرديها بايديكي. وهتحطي السمنه اللي انت عايزاها. عايزه بقى تحطي معلقه ماشي، تحطي معلقتين ماشي، ما بين كل طبقه وطبقه بتحطي معلقه من السمنه. هتشتغلي بايديكي، انت عارفه المقدار، تكتري تقللي دي حاجه ترجع لك انت. عايزاه دسم قوي تقدري ان انت تكتري له السمنه، عايزاه متوسط تخلي ايه السمنه يعني ايه متوسطه، عايزاه بقى يبقى، بس ما اعتقدش ان انت هتعوزين ان هو يبقى ناشف، هتبقى السمنه قليله فيه، هيبقى بيشد معاكي، هيترفع معاكي وكل حاجه، بس هيبقى بيشد معاكي. لكن لما تديله السمنه المظبوطه، خلينا خير الامور الوسط، يعني اعمليها ايه السمنه المعقوله، يعني ما بين كل طبقه وطبقه حطي معلقه حتى كبيره، وابداي اشتغلي. انا باخد بايديا كده وبشتغل، ببقى عارفه المقدار بتاعي. انت مش عارفه المقدار، خلاص تمام، حطي ما بين كل طبقه وطبقه معلقه سايحه. انا هنا في واحده كنت عاملاها، عايزه اوريكي بس بتستوي ازاي. انا بحطها تحت، شايفين يا بنات، تحت خالص على درجه 250. انا كده هكمل اخر واحده، اول واحده يا ربي معاكم اللي انا كنت بعملها.
لان انا كنت عامله واحده قبلها دخلتها في الفرن ما عملتهاش معاكم، انما دي عملتها معاكم عشان تبقوا شايفين الطريقه. وهقفل بقى باللي هي كانت كبيره اللي انا وريتها لكم، مش كانوا في 2 كبار في الاول، هبدا اقفل بيها بقى زي ما انت ما شايفه كده، وهلزقها بايديا، هحط دي فوق منها وابدا الزقها وادخلها من جوه تحت الفطيره عشان تديكي شكل الرغيف، وسيبيها تريح 10 دقايق ربع ساعه. كل ما هتريح معاكي كل ما هتتفرد معاكي وتجري كانك يعني بصي حاطه لها تحت منها ايه، صابون. لا ده انت حاطه لها بقى سمنه ومظبطه لها الدنيا، هتزحلق معاكي وتجري وتتفرد ومش هتلم معاكي ابدا. انا كده حطيتها تحت، هحطها تحت مده معينه. اول ما ابدا الاقيها بتتنفخ كده على حسب بقى درجه الحراره اللي عندك، عشان ما اقدرش اقول لك حطيها ربع ساعه، حطيها 10 دقايق، حطيها 5 دقايق. اول ما تلاقيها بتتنفخ وبتترفع كده تبداي تشيليها من تحت تطلعيها فوق زي ما انت ما شايفه كده. انت تبقي واقفه بقى ومتابعاها، هتاخد وقتها، يبدا وشها يحمر تبداي خلاص تطلعي. هي كده خدت الوقت بتاعها تمام التمام. هنطلعها بقى. بص الوش بتاعها بسم الله ما شاء الله. هوريكم واحده تاني في الفرن وهي شغاله، والارضيه بتاعتها ذهبي وجميله، وتمسكيها تلاقيها ملمن، وطول ما انت قافله عليها من تحت كويس عمر السمنه ما هتخرج منها، لان السمنه لو خرجت منها هتنشف منك. انا كده برضو حطيت التانية اللي عملناها مع بعضينا. بصوا لونها جميل ازاي، كلها وشها ميه واحده بسم الله ما شاء الله. اهي واحده هي هعملها، بس انا مش هعملها كلها برضو معاكم عشان بس وقت الفيديو. هبدا افرد اهي، تبداي تفردي اللي تحت كبيره علشان تشيل دي الكبيره الام، وبعد كده هتبدا تشيل عيالها وتغطي وشها برضو بواحده كبيره زيها كده. فردناها، وهتبداي تحطي بقى ما بين الطبقات زبده. اهو انا حطيت معلقه هي واحده لان انا حاطه لها اصلا زبده وانا بفردها، يعني انا كنت حاطه لها وانا بفردها زبده، فقلت خلاص طالما حاطه لها زبده وانا بفردها احط لها معلقه ايه مظبوطه. وما بين كل طبقه وطبقه زي ما قلت لك هتبداي تعملي ايه، هتحطي شويه من السمنه او شويه من الزبده زي ما انت ما عايزه. تمام كده تفردي اهي. هنحطها تحت واضحه كده قدامك في الفيديو. هتحطي اترفعت هي، حاساها ايه، شايفه بصي البخار طالع منها ازاي كده، اترفعت هي، اتنفخت بقت عامله زي الرغيف. هي طبعا مش بعلو الرغيف لكن هي عامله زي الرغيف، اتنفخت كده وبقت تمام التمام. ابدا اطلعها فوق على الشوايه، خلاص نقفل عليها ونبدا نغطي بقى ايه الطبقه الاخيره من الفطيره اللي قدامكم دي. هفردها برضو كبيره بنفس ما فردت اول واحده اللي احنا كنا بنحط عليها عيالها. هنبدا نفردها بقى خالص كده على الاخر ونغطي بوشها. اهو انا برضو بحط لها زبده وانا شغاله، عشان كده لما باجي احط لها زبده ما بحطلهاش كتير لان انا عارفه المقدار. تفرديها زي ما انت ما شايفه كده وتاخدي الصاج وتبداي تحطي عليها شويه زبده. تسوي بقى في صاج مجلفن او صاج المونيا تمام التمام. بس هو الصاج الالمونيا طبعا بيوصل الحراره افضل من الصاج المجلفن. هو المجلفن مش وحش بس الالمونيا افضل. اللي متواجد عندك اعملي فيه، ما عندكيش ده وما عندكيش ده خلاص اعملي في صينيه وتبداي تدخليها لتحت كده، الحروف بتاعتها ما تبينيش منها وتسيبيها تريح. اول ما تريح هتبدا تشتغل. انا كده سبتها ريحت، عارفه بقى تفرديها بصي خلاص هي كده ارتاحت، تبدا تجري معاكي. يعني بصي السمنه تحت منها بسم الله ما شاء الله. تقدري تخليها بالشكل ده وتقدروا تخلوها بالمستطيل بتاع الصاج ذات نفسه. وهنحط على دي وشها هنحط قشطه، تقدري برضو تعمليها بقشطه وتقدري تعمليها بسمنه عاديه على وشها. انا عايزه اعرفك ان لما بتحطي لها قشطه او بتحطي لها سمنه الاتنين بيبقوا جمال والله، سواء دي او سواء دي. بس طبعا القشطه بتديها طعم تاني. او برضو انا حطيت لها زبده من هنا ومن هنا. تقدري تخليها الشكل المدور ده وتقدري تفرديها بشكل الصاج ذات نفسه، يعني تديها الشكل المستطيل. تمام دي طلعت اهيت، خدت اللون الذهبي من فوق واتظبطت ومنفوخه برضو اهي. نشيلها بقى نطلعها فوق ونحط التانية مكانها. مش هنحطها على الرف الاوسط، هنحطها على الصاجه اللي انت شايفاها السمراء اللي تحت دي. تبدا تترفع وتتنفخ ابدا اطلعها لفوق اهي. تديك الشكل المدور. لو انت عايزاها مستطيله هتفرديها بطول الصاج. يعني شوف الصاج عامل شكله ازاي مربع بتاع كله هيتفرد بحجم الصاج، هتدالك مفروده وجميله. عايزه تعمليها مدوره اعمليها مدوره. بصوا بدي يعني بص البخار والبقبقه اللي بتطلع منها دي كده على الشوايه من فوق. هي خلاص اتنفخت اهي فانا طلعتها فوق. مفيش اسهل من عمايل الفطير، وليه كذا طريقه ان شاء الله هعمله معاكم على القناه بكذا طريقه.
عشان حتى ايه اقطعه معاكم وتشوفوا، لان انا المره دي بصراحه ما قطعتوش، كانت في ناس معزوم عليه فما ينفعش ان انا اقطعه، سبته زي ما هو سليم. مره تانية باذن الله هقطع لك الفطيره واوريها لك مورقه ازاي من جوه. بصي منفوخه ازاي، انا بوريك من ورا الازازه اهي وهي مقفوله كده خلاص. بتبدا بس يا دوبك الوش يتحمر وتبداي تطلعيها، لان هي اوريدي استوت تحت. بصي لونها كده، بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير واشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.